مساء الخير متابعي قناة الجديد بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر من مدينة فاس، وحيث كنتواجد اليوم بساحة جباري مع السي الحجاجي رئيس جمعية الأمل لمرضى السكري، واللي كيقوم بواحد الحملة من على طول السنة وخصوصا في شهر رمضان. السي الحجاجي هو معنا الآن، يعني وحنا كان بصدفة لقينا الخيمة موجودة في ساحة جباري، ولمسونا أصبنا على أنها غتمشي أيام رمضان كاملة. شنو الهدف من هذه الخيمة بالضبط وفي هذه الظرفية بدات السي الحجاجي؟ شكرا لموقع الجديد بريس على هذه الاستضافه وعلى تواجد ديالنا في هذه الخيمه التثقيفيه الخاصه بمرضى السكري اللي منظمها جمعيه الامل لمرضى السكري في ساكنه مدينه فاس. الاهميه من احداث هذه الخيمه التثقيفيه الخاصه بمرضى السكري هو التواصل مع مرضى السكري في مدينه فاس، وخصوصا المصابين بمرض السكري للتعريف على مرض السكري وتتبع حالتهم اليوميه، خصوصا في شهر رمضان الكريم اللي تيطلب من المصاب بالسكري باش يكتف العمليه المراقبه المستمره للداء السكري والضغط الدموي. زياده ان الجمعيه تقدم خدمات طبيه وشبه طبيه باطر كفءه متمرسه خاصه لا بالنظام الغذائي ولا بالنظام الدوائي. والجمعيه في هذه الخيمه هذه دارت واحد المجموعه ديال الخطوات اساسيه، من بينها اول تعريف المرضى باخر اجهزه المساعده لعلاج السكري. هذه الاجهزه المتطوره اللي تكلفت الجمعيه مع الشركاء ديالها شركات ديال المختبرات الادويه والموازيات الطبيه اللي متمكننا ان نعرضوا هذه الاجهزه ونطلعوا يطلعوا عليها هاد المرضى هذه على كيفيه طرق الاستعمال ديالها والتتبع ديالها الحاله السكريه. زائدا ان هاد الاطقم الطبيه والشبه الطبيه اللي تيقدموا تيهضروا على نظام التغذيه، تيهضروا على الناس يمكن اللي يصوموا واللي يمكنش يصوموا، تنشوفوا الحالات اللي جديده اللي اول مره اصابه السكري وكيفاش تكفل بها. اذا فهي خيمه متعدده الخدمات اللي تقدمها لفائده مرضى السكري بمدينه فاس. خلال شهر رمضان يعني شحال واش كاين شي اقبال، يعني شحال العدد كيمكن يوصل في اليوم؟ فكما تتعرفوا هذه الخيمه تتبدا في الساعه 8 صباحا الى حدود 12 ليلا، فعدد الزوار اللي تيزوروا الخيمه لا من المرضى ولا من غير المرضى المصابين وغير المرضى المصابين بداء السكري، فالعدد يتجاوز 400 مستفيد ومستفيده اللي تيدخلوا تيستافدوا من الخدمات، اما ديال قياس نسبه السكر الدم والضغط الدموي، اما استشارات طبيه، اما تتبع معنا الاجهزه. فكان اقبال كبير مدى الساكنه لمدينه فاس. شكرا.